يعني الفيديو مش انا اللي هتكلم، هوريكم الحاجات وانا بتكلم معاها. بس المتحف عشان النهارده لقيته زحمه جدا وفي اجانب كتير وفي ناس كتير، فانا مش هعرف حد يصورني وانا الف اتكلم او اشرح. هو انا بس همسك التليفون وهصور وانا هبقى طالعه بصوتي، لكن مش هبقى طالعه بصوتي. بس هوريكم بقى كل حاجه. بصوا اول حاجه هي معانا اللي ديت الاواني الفخار اللي كانوا بيستخدموها زمان. دي الاواني منتظر الغطا بتاعه. وبصوا شكل اللي هي الحيوانات اهو. ده برضو حساسيات بقى كانت من المعادن، والحاجات دي برضو اهي معادن برضو. دي برضو بصوا كانت زي زغارف او اهي. بصوا بقول لكم هنا اهو زغارف وزروج من الفضه، كانوا بيستخدموها مثلا رباط الشعر والحاجات اللي زي كده اهي. الحاجات دي بصوا بقى دي كانت الحلي وادوات الزينه اللي كانوا بيزينوا بيها زمان، يعني زي العقود والاساور والاقراط والخواتم. دي كانت من الفضه والاحجار شبه الكريمه، مش الاحجار الكريمه كلها يعني. دي بقى كان من الفضه والعقيق الحاجات دي. وهي برضو بصوا كبر على الخواتم. بصوا ده من الفضة على شكل عقرم. هي برضو بقية الحاجات الاكسسوارات. بصوا القمشات بتاعت زمان اهي، ده كان من العاج. ودي اللي هي الحاجات بتاعت ادوات الزينة اللي كانوا بيعلقوا بيها الشعر. ده بصوا برضو زي صندوق، الصندوق مثلا اللي بيحطوا فيه الحاجة او كده. بصوا يعني مفكك وكده، بس ده كان يعني وجه الصندوق من قدام، شكله تحفة. برضو باقي الاواني اهي. دي بقى بصوا دي زي مواد بقى اللي كانوا بيستخدموها وكده. دول بقى كان بصوا الشمعدان زمان اهو. نروح برضو للحاجة اللي بعدها. دي برضو كانت ادوات بيستخدموها اللي هي كانت المعدن بقى. دي الادوات المعادن اهي. بصوا بقى دي ادوات الزراعة اللي كانوا بيستخدموها، يعني زي ده الفأس اهوت، وديت اللي هي البلطة او الحاجة اللي بيستخدموها، وزي المسمار. دي بصوا كل الادوات اللي كانوا بيستخدموها، وازمير ومنشار. بصوا بقى دي اشكال السيوف زمان، والسيوف دي على فكرة مسجلة او زي مرخصة. بصوا الكارت اللي هو الاصفر ده بيبقى معروف ان هي مسجلة، ودي اشكال يعني زي الاحصنة. دي برضو بقى الادوات المعدنيه. يعني بصوا في مقارنه ما بين الادوات المعدنيه، ودي مقارنه هي ما بين الادوات اللي هي الفخاريه. في فرق يعني. ده اكيد ده اللي كان الاول ايام العصر الحجري وكده، او اللي بعده ده بقى المعادن والحاجات بقى، يعني في تطور او كده يعني حاجات دي. بصوا بقى دي التماثيل برضو اللي هي كانت بتبقى صغيره. التماثيل بقى اللي هم اللي ايه، اللي مثلا شخص بتحبه او شخص توفى بتعمل له بقى تمثال صغير ليه وكده اهي. مش التماثيل الصغننه قوي دي، على فكره في اصغر من كده. وهدخل بقى هنا في عصر اللي هو الحضاره الرومانيه لما كانت في مصر، الحضاره الرومانيه نفسها. عندنا هنا بصوا ده تمثال للربه افروديت، لو ما حدش يعرفها عند الاغريق. دي ربه الحب والجمال. هما نلاقي الاغريق كده عندهم ما عندهمش زي خجل او حياء في الرسومات بتاعتهم بتاعت اللي هي زي التمثال وكده. بصوا دي برضو في المتحف عاملينها للناس اللي هم الكففة عشان يقدروا يقروا ان هم فين او كده. ده بصوا شكل تمثال للتعبان. بصوا ده راس زيوس امون. هو انا على حسب دراستي زيوس دوت كان كبير الالهه عند الاغريق او عند الرومان، اللي هو الاله زيوس، اللي هو ممكن يكون دوت، بس انا مش متاكده اذا كان هو ولا لا. بصوا هم عامه كانوا بيحبوا الرسومات والحاجات اللي هي التماثيل والحاجات دي. بصوا برضو
وعندهم برضو زي الحرب كانوا بيبقوا لابسين او مش لابسين حاجه من فوق، وزي اللبس اللي هي زي تنوره او جيبه، او اللي هو اللبس زي كده بس. بصوا برضو هتلاقوا كده اهو اهو. على فكره مش ده بس جزء الحضاره الرومانيه في مصر، ده جزء منها في مصر، يعني جزء من الحضاره نفسها في المتحف. بصوا برضو الرسومات دي. ده كان اسير بلاد الغال اللي هم هزموه يعني. بصوا اهو. ده برضو راس الاسكندر ثريفيوس. ده برضو تمثال من البازل. هو اللي انا اكتشفته ان هم كانوا بيحبوا الشعر المجعد اللي هم عاملينه زي كده ده. بصوا برضو هنا اهو، ديت المرأة او اللي هي السيدة في العصر الروماني كانت بتبقى عاملة ازاي. بصوا بقى دي تمثال شاب ان وبت، دي سيدة يعني كان على ايام زمان اتخذت اللي هي لقب الزوجة الإلهية، وده كان أعلى اللي هي الإله أمون، وده كان أعلى منصب اللي هي في مناصب الدولة اللي بتحتذي بيها السيدات اهو. بصوا دوت اهو. بصوا دي صور وحاجات للآلهة والناس زمان. ده الكاتب أكيد يعني، يا عمو الكاتب. بصوا بقى الشكل ده أكيد إله. بصوا شكله اللي الحاجات دي اللي بتبقى في المعابد. ده عارفين ده الإله ده اللي بيتخذوه شعار في كرة اليد ده. وده الإله اللي هو إيزيس اللي كان بيصاحب الموتى بقى، اللي هو كان ايه حتى الموتى بيبقى على شكل ايديه، اللي هو ايديه اللي عامله زي المثلثه اللي سمبوكسه لفوق كده، هو ده. ودي شكلهم اهو. ده حورس اللي بيتخذوه في كرة اليد شعار ليهم. بصوا ده رمسيس الثاني والمعبود حورون. اكيد ده رمسيس الثاني لما كان صغير يعني.